ابعدوا عني أخوه اللي موته. أرملة الملحن محمد رحيم تنهار بعد منعها من دخول المقابر، حيث شهدت جنازة الملحن الكبير محمد رحيم مشاجرة حادة بين أرملته وأفراد من أسرته، وذلك أثناء مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة. يا جماعة بعد إذنكم، يا جماعة بعد إذنكم، في إيه يا جدعان؟ الواقعة المؤلمة أضافت طابع غير متوقع على الجنازة اللي حضرها عدد كبير من محبي الفنان الراحل وزملائه من الوسط الفني، حيث وقع الخلاف بعد وصول موكب الجنازة إلى المقابر، وحاولت أسرة الراحل منع أرملته من وداع زوجها الراحل، مما تطور إلى مشاجرة بالأيدي أثارت استياء الحاضرين. وحدوا الله، لا إله إلا الله. وأوضح شهود العيان أن المشاجرة كانت نتيجة لتوترات سابقة بين أرملة الفنان وأسرته، والتي كانت ظهرت خلال الفترة الأخيرة من مرضه، وكان تم تأجيل مراسم الجنازة لمرتين قبل أن يتم دفن الراحل، وذلك بناء على طلب النيابة العامة اللي قررت نقل جثمانه إلى الطب الشرعي لإجراء كشف طبي لتحديد أسباب الوفاة. وبتأتي هذه الخطوة بعد وجود شبهة جنائية في الوفاة، خاصة بعد بلاغ من شقيق الراحل. وكشف أحد أفراد أسرة الراحل عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم، حيث طلب الراحل من سائقه إيقاظه لصلاة الجمعة، وعندما حاول السائق طرق باب غرفته دون أن يتلقى استجابة، دخلوا ليكتشفوا أنه في حالة فقدان وعي تام، وتم إعلان وفاته بعد ذلك. كان بيحب ربنا وربنا كان بيحبه وحابب فيه كل الناس. ما شاء الله.